لمسه في كل هدف في كل جون في الجايزه النهارده. مصر كلها قاعده متابعه بتقول يا رب تتفرج على محمد صلاح، كل واحد فخور بيه. طبعا اللعيب وهو بيلعب بيبقى دايما حاسس بالدعم اللي موجود من اعلام بلده، ويمكن ده زاد في السنوات الاخيره مع وجود السوشيال ميديا، وجود المواقع الرياضيه، وجود قنوات متخصصه للرياضه. ده ايامنا ما كانش موجود يا حازم لو تفتكر. كان يعني زمان كان ممكن موقع واحد يكتب تاني يوم ان انت جبت جول، ان انت عادي مش مشكله خلاص هيفضل مسامحينه يعني. انت بتوجه خالص والله. انا بس عايز اقول للساده المشاهدين خلاص ان هي على الحقيقه افضل بكتير من الجاكيت ده. على الحقيقه شكله ارقى بكتير من اللي حضراتكم شايفينه. احنا بنعتذر للساده المشاهدين. يطلع من القميص كمل يعني طبعا وجود عدم فضل عادي، حاجات عاديه. ميدو لازم عادي. هو ميدو كمان عرض ان هو يديني البليزر بس مش مشكله. وجود واهتمام الاعلام باللاعب بيديله دفعه معنويه كبيره جدا. النهارده اصبح الاعلام بينظر الى المحترفين بشكل مختلف. لو تفتكر يا حازم ايام كابتن جوهري زمان 99 2000 2001 كان في بعض من الاعلام بينادي حتى بعدم استدعاء بعض المحترفين لمنتخب مصر. لو تفتكر يا حازم كان الناس كانت تقول لكابتن جوهري ليه عدد من المحترفين ده، منهم اللعيبه اللي ما بتشاركش مع انديتهم، طلع لعيبه الدوري كذا، كل الكلام ده كله. النهارده بقى في نظره مختلفه للعيبه المحترفين، بقى في اهتمام كبير جدا من البرامج الرياضيه. البرامج الرياضيه بتخصص مساحات للاعبين المحترفين، وده دعم كبير جدا للعيبه. لو اللعيب النهارده بيحاسس ان هو بيشتغل في حته وان الاعلام مش في ظهره، ده بيأثر عليه معنويا بشكل كبير. النقطه الثانيه الاهم يا سيف، ودي النقطه فعلا الجذريه والمهمه بشكل كبير جدا، ان قوه الاعلام دايما بتساعد اللعيب ان هو يفوز بالجوائز الخاصه اللي زي دي. يعني الاعلام البريطاني مثلا لما بيقف مع لعيبه انجليز كتير جدا بيخليهم ان هم يفوزوا بالجوائز اللي هي ليها علاقه بالصحفيين. يعني النهارده فرانس فوتبول لما الاعلام النهارده بيبقى ليه دور كبير جدا في ان هو يوجه التصويت، لو تقدر تقول كده. فالنهارده احنا عندنا الاعلام المصري بقى اعلام قوي جدا في الشرق الاوسط وافريقيا، خاصه الاعلام الرياضي، وبقى اعلام مؤثر. لا وكمان يا ميدو معلش، السوشيال ميديا المصريه العدد اللي بيخش ده مؤثر جدا جدا في العالم العربي كله. احنا من اكثر البلاد، احنا والسعوديه تقريبا في السوشيال ميديا مؤثرين. كل التصويت مهمه جدا. معلش انا اسف يعني. لا فمش طول عليكم، ولكن احنا النهارده اصبحنا لينا دور، واصبح لينا دور قوي جدا. لذلك انا النهارده لما اتسالت في اول لما لسه ابتدت يبقى في طراطيش صغيره ان محمد صلاح ممكن يكون مرشح لافضل لاعب افريقي، كان كلامي واضح وصريح ان لو ما فازش محمد صلاح باللقب هذا الموسم او في السنه دي، فيبقى ده ظلم كبير جدا اتعرض له، لان هو افضل لاعب في افريقيا بلا منازع، رغم ان في لعيبه ثانيه فازت ببطولات زي فيكتور موزي وكل حاجه، ولكن انجاز كبير جدا. ولو ما فازش بيها السنه دي ما فيش لعيب مصري هيعرف يفوز بيها. وده لازم يبقى التراك بتاعنا كلنا، لازم يبقى التراك بتاع الميديا كلها الفتره اللي جايه، لان لو الناس في الميديا فاكره ان هي ملهاش صوت وملهاش تاثير، لا ليها تاثير كبير جدا في الاستفتاء اللي هيتم في التصويت على افضل لاعب افريقي من الكاف ان شاء الله. اتفضل. صلاح زي ما ميدو قال حطينا اون تراك، يعني خلى اللعيب المصري بقى ليه فاليو مختلف تماما. دلوقتي بقى كل الناس بتتابع ليفربول، بقى عندك مشجعين ليفربول، ما كان في تشيلسي كل الناس بتتابع تشيلسي، كل روما نفس الكلام. صلاح انا كاتب الحاجات اللي عملها من يعني الانجازات اللي عملها، وافضل لاعب صعد 2012، افضل لاعب في سويسرا 2013، افضل لاعب في روما 15 و16 سيزون، واخد الجلوب ساكر في 16، افضل لاعب عربي في 2017 اخد البي سي. كل ده طبعا انت بتتكلم في ده جرادولي هو طالع، وده احنا قلت لك يا بسيف ان ده صلاح وصل للبيك بتاعه لاعلى حاجه. فانا شايف ان صلاح طبعا يستحقها. احنا بنتكلم قبل ما يتعلن ان صلاح هياخد، انا قلت لك باي فار صلاح اخذ، مع انه يعني اوباميانج انت بتتكلم في واحد ان يقعد يجيب عدد الاهداف ده ميدو وانت فيرود، تجيب كل سيزون مثلا تلعب 30 مباراه تجيب 27 هدف، تلعب 32، واوباميانج هو اللي عدى الريكورد اللي هو لاعب افريقي يعدي 30 هدف في الدوري الالماني. لكن انت بتتكلم ان صلاح لا عمل حاجه مختلفه تماما. يعني انا نفسي ان هو كمان في الكاف، لسه بنتكلم يعني ان شاء الله في الكاف باذن الله ان هو ياخدها، ان هو يستحقها. ما تعرضش للظلم طبعا ما فيش ظلم، وزمان ما كانش في فعلا. ميدو قال كلمه هو كابتن حازم، يعني موضوع السوشيال ميديا بيفرق جدا. انت عندك دلوقتي انت بقى عندك فعلا عندك قوه جامده جدا كناحيه اعلاميه، ان انت تحط فعلا يبقى ضغط
على بفضل اسف من غير قطع كلامك. انا فزت بثالث احسن لعيب في افريقيا في استفتاء الكاف. وكنت اول مره لعيب مصري يخش في احسن ثلاثه في الشورت ليست الثلاثه من ايام كابتن محمود الخطيب. 83 83. وكنت انا اول واحد ساعتها اخش فيها، وخدت ساعتها افضل لاعب صعد في افريقيا، وخدت ثالث افضل لاعب في افريقيا بعد ضيوف. مستوى المحترفين بره مش الداخلي، خلي بالك صح؟ لا كله الكاف، اللي هي الجائزه الكبيره بتاعت الكاف. في جوه القاره في بره واخد بره كله مش المحلي اللي هي الصح. وانا فاكر يا سيف ان الخبر بتاعي ده كان زمان مفيش ميديا، الخبر بتاعي ده كان مكتوب بالظبط 10 سطور في الاهرام. وكان جنبيه، وعندي الجورنال لغايه دلوقتي، كان جنبيه خبر كبير جدا نص صفحه ان الالومنيوم بيتصدر مجموعه الصعيد. بجد. وكان عندي مع احترام الالومنيوم يعني. طبعا مع احترامنا الجميع، انا ما بتكلمش، انا بكلمك على مختلف. عايز انا يعني نقطه مهمه جدا. تمام. كل لعيب بيوصل للبيك بتاعه، ودي نقطه اتكلم عليها فضل، ودي نقطه مهمه جدا. دلوقتي التحدي اللي عند صلاح، واللي انا واثق ان عقليته هتساعده في ان هو يعمل كده، ان هو يفضل في مرحله البيك دي اطول فتره ممكنه. لان ان انت تفضل بقى في البيك، هي دي العقليه. هي دي العقليه، المنتاليتي، ان انت تفضل مواظب ان انت تفضل في المكانه دي على الاقل لمده 6 أو 7 سنوات. يعني اللي انت بتقول على موضوع البيك ده، ما لسه كنت بتكلم قبل ما تيجي ان صلاح بقاله في البيك بقاله 4 سنين او 3 سنين. يعني انت بتيجي تبص على كل الناس اللي انا معاه. في رايي دي 2 سنه. لا هقول لك ليه البيك. لان فيورنتينا 6 شهور كان في البيك، عمل 6 شهور رائعين، بدايه الكيرف. راح روما مع رودي جارسيا اول سنه، كان 2 ونص بشكل كبير جدا جدا. مع سباليتي تحسن اكتر واكتر. السنه دي عدد اهداف يعني، وده يمكن اللي انا بتكلم فيه، ان هو بقاله من اكتر، يعني يمكن هو معاه 5 لعيبه. لما تيجي تبص على موزيس مثلا من سنتين، هي السنه اللي فاتت مع موزيس قبل كده كان كل شويه اعراض لان هو ما بيلعبش في تشيلسي. لما راح كنت جايب 3-4-3 لاعب باك يمين ولاعب يشتغل. اوباميانج بيظهر شويه وينام شويه. ساديو ماني ظهر من سنه لما راح ليفربول، في ساوثهامبتون كان كويس، لكن في السنه بتاعت ليفربول هو اللي ظهر فيها بشكل كويس. لكن لما تيجي تبص على صلاح، نبي كيتا السنه اللي فاتت فقط ظهر عشان صغير في سن 22 سنه. لكن لما تيجي تبص على صلاح بقاله 4 سنين بيطلع في كل مكان بيروح فيه، هو اللي بيتألق فيه بشكل كبير. تمام. طيب نروح سريعا مكملين مع احتفالات عن حصول محمد صلاح على جائزة BBC. شبكة مراسلينا في كل حتة، يعني معانا أحمد فاروق جعفر، محمد عزمي، لينا التطاوي. محمد عزمي من قرية محمد صلاح، اتفضل عزمي. اهلا بك كابتن سيف من قريه نجريج مركز بسيون محافظه الغربيه، قريه التي ولد فيها فخر المصريين ابو مكه محمد صلاح، الحاصل على جائزه افضل لاعب BBC في افريقيا في على مستوى العالم ل 2017. معانا اهالي محمد صلاح، القريه التي ولد فيها محمد صلاح. النهارده صرخات داخل نجريج النهارده بعد اعلان صلاح فائزا بجائزه BBC لافضل لاعب افريقي في العالم. طبعا كلنا مبسوطين وده فخر لنا، كلنا مبسوطين وده فخر لنا وحاجه تشرف العرب كلها. عايز تقول ايه النهارده لمحمد صلاح؟ حبيبي ابو مكه، مشرفنا جديد، ومشرف مصر كلها، ومشرف افريقيا، وده شرف كبير لينا والله العظيم. اخر مره شفت فيها محمد صلاح امتى؟ في رمضان. في رمضان. محمد صلاح كان بيوزع جوائز دوره رمضان. اتقابلتوا فيه، اتكلمتوا معاه فيه؟ اتكلمنا معاه هنا في الملعب سبورت هنا برضه، وراجل معانا محترم يعني، والبلد كلها بتحبه لانه هو محترم يعني. شايف عايز تبقى محمد صلاح؟ ايوه. النهارده بعد فوز محمد صلاح بجائزه BBC، عايز تقول ايه لمحمد صلاح؟ نقول الف مبروك للكابتن، هو حاجه شرف لنا يعني، حاجه شرف لمصر بحالها، واحنا كلنا بنحبه هنا اصلا. توقعت فوز صلاح النهارده؟ ايه السبب؟ يعني ايه السبب؟ تتفرج اكيد على محمد صلاح، واكيد محمد صلاح ملفت للنظر وكان يستحق الجائزه. بالنسبه لمحمد صلاح لاعب دولي ولاعب اوروبي ومحترم، والناس كلها بتحبه، وفخر للبلد والمركز بسيون والطنطا محافظه طنطا. احساسك ايه بمحمد صلاح النهارده وهو الفائز بالجائزه BBC لافضل لاعب في العالم؟ احساس جميل وفخر للنجريد يعني، كل البلد مبسوطه يعني وفرحانه ده طبعا لقاءات من داخل قريه نجريج، البلد التي ولد فيها محمد صلاح. والان عوده الى الكابتن سيف زاهد. شكرا جزيلا للزميل محمد عزمي. نروح سريعا لاحمد فاروق جعفر من دوت مصر واليوم السابع، اتفضل يا احمد.
اهلا بيك كابتن سيف، واهلا بكل مشاهدي اون سبورت هنا من مقر اليوم السابع وضوط مصر وصوت الامه، بعد احتفاليه كبيره جدا وسط حتى النقاد الرياضيين الموجودين هنا وفرحتهم بفوز ابن بلدهم محمد صلاح بجائزه مهمه جدا BBC بيست فوتبول بلاير ان ذا يير، او جائزه احسن لاعب افريقي داخل القاره وخارج القاره الافريقيه من BBC. طبعا معنا الناقد الرياضي الكبير عمر الايوبي، برحب بيك طبعا شاشه اون سبورت، وعايز اسالك تعني ايه الجائزه دي للاعب مصري في فتره مهمه جدا لسه واصل بينا كاس عالم، وكان صاحب الهدف المؤثر جدا والبينالتي اللي احرزه، وكمان في مسيرته طبعا في اخر موسم مع روما، وكمان بدايته القويه جدا مع ليفربول. شايفها ازاي الجائزه دي لمحمد صلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول طبعا بالتحيه طبعا للكابتن سيف وكابتن حازم وكابتن احمد حسام ميدو وكابتن محمد فضل طبعا.